قصة مسجونة سورية في سجن صدنايا بسبب نصيحة. من حوالي فوق ال40 سنة وتحديدا سنة 1983 تقدم أحد الضباط للزواج من فتاة بدمشق. والدة الفتاة كانت بتعمل في صيدلية، فقالت تستشير صديقتها الطبيبة في موضوع الزواج. فالطبيبة اللي هي بطلة القصة قالت لها حذاري تزوجي بنتك ظابط مهما يحصل، لأن الضباط في الوقت ده كانت سمعتهم سيئة ومعروفين بالفساد. فأم الفتاة رفضت الزواج بناء على نصيحة صديقتها الطبيبة. البنت أو الفتاة نفسها قامت بإخبار الضابط بكل اللي حصل، فالضابط استغل منصبه وقرر ينتقم من الطبيبة، وأخد معاه مجموعة من الأمن وذهب للمرأة اللي هي بطلة قصتنا واعتقلها ورماها في سجن صدنايا، وما خرجتش ولا شافت الشمس غير وقت تحرير سوريا، وما كانش حد من أهلها يعرف عنها أي حاجة. خرجت مصدومة وخايفة بشعرها الأبيض وجسدها